اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ مساء الهنا، مساء التفاؤل، مساء السعادة على عيونكم. هنا بقى روتين المطبخ اللي ما بيخلص. طبعا المواعين دي ما تحسوش اصلا اللي هي بتخلص، ما تحسوش بقى اللي هي بتخلص، بتحسوا اللي هي بتزيد. يلا بقى بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو بتاعنا بنعمل فيه ايه النهاردة. طبعا اول ما ببدأ كده بدخل كده المطبخ، غسلت كده الرخامة وبنشفها كويس جدا. وده بقى روتين المواعين اللي ما بيخلص زي ما قلت لكم. هنا بقى المفرش ده عشان بنصفي عليه المواعين علشان ما تتراكمش على المية، ما تتراكمش على الرخامة. دي الاطباق انا كنت لسه هنا ما كنت لسه بعمل الغدا. انا متعوده اما بعمل الغدا بطلع بقى ايه يعني الحاجه اللي مثلا بكون بفكها مثلا في الفريزر، بحط في كل حاجه ايه، كل حاجه فيهم طبق كده. ما علينا، المهم هنا بقى يلا بينا بقى نسمي بالله كده ونصلي على الرسول ونغسل المواعين بقى مع بعض زي ما قلت لكم. الروتين ايه الجميل اللذيذ السعيد اللي الواحد اصلا بيبقى بيتمنى اللي هو ينام كده. طبعا انا بنظف مطبخي كل يوم من بالليل، مش بحب اللي انا اسيب حاجة في الحوض خالص. بس الصبح بقى مواعين الفطار والحاجات اللي ايه اللي لازم منها، اللي احنا طبعا عارفينها بقى، القهوة والنسكافيه الشاي الفطار السندوتشات، الحاجات اللي ما بتخلص دي. ربنا يديم علينا صحتنا يا رب، ويديم علينا الخير والفرح والهنا دايما يا رب. واللي بيتمنى حاجة ربنا يرضيه بيها ضعف ما بيتمنى. هنا بقى الازايز، طبعا اول ما شطبت المواعين كده ببص في الاوضه كده لقيت بقى في الازايز، بتبقى الازايز ولادي حاطين في كل اوضه اكتر من ازازتين، مش عارفه بيعملوا ايه بالازايز بجد. ده عايز ازازه لوحده والتاني عايز ازازه لوحده. ربنا يهديهم يا رب كده ويبارك لي فيهم. المهم بقى غسلت كده الازايز كده وبشطب المطبخ وايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احلى حاجه اللي انتوا ما تراكموش عليكم الحاجه، تعملوا اول باول، هتلاقوا ان الحاجه ايه بتخلص بسرعه. وطول ما انتوا ايديكوا في الحاجه اللهم بارك بتحسي ان الحاجه لسه جايه كأنك لسه جايباها جديد. وهنا بقى غسلت باقي الازايز بالشكل ده. دي بخاخه بحط فيها ديتول وخل، بصوا بيبقى فظيع بجد. طول ما انا واقفه ارش كده على الرخامه وبمسح بالفوطه. والكتل طبعا غسلته كويس جدا. ودلوقتي بقى ايه بعد ما بغسله بغليه كده بميه سخن، بميه بضيف فيها خل، وبعد كده بقلبها. بحب بقى اللي بقى انا اعقم المرحلة الكتل اللي كده بصوا بجد بيبقى حلو قوي. خفيفة ما على قلبي بتغسليه كده. كل بصوا مره كده ادخلي المطبخ وبتعقميه كده بالطريقه تلاقيه اللي انا بيفتح قلتلكوا النفس عليها. بيبرق كده. وهنا بقى انا جت بقى اللحظه شطبت المحببه المواعين على قلبي، وصفيت شطبت المواعين هنا المطبخ بقى بقى وغسلت والحمد البوتاجاز لله بالشكل اللي خلصت. انتوا وهنا بقى شايفينه غسلت ده. البوتاجاز وشطبت البوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا اصلا كنت حاطه جزء كده البوتاجاز وانا بغسله، بس مش عارفه